ذلك دي نقطة مهمة. النقطة الثانية بيان ضد بشار الأسد. الأخ الحبيب أنا عملت على اللي اسمه بشار دي 10 حلقات، مدة الحلقة ساعتين على قناة صفا، وبكرة أنا على قناة صفا الساعة 10 عشان أبين إن بشار الأسد يجب أن يقضى عليه. يا أخي باختصار خالص، بشار الأسد زي ما قلت لك من ظهر أبيه، هم نصيريون كفرة. قلت باختصار هو عشان ما اعطش الزحمه، وقلت النصيريه ظهرت في القرن الثالث الهجري، وباجماع اهل العلم النصيريون كفار. فتوى الازهر بقدر الشيخ عطيه صار انهم كفار عوام وائمه، فتوى المجامع الفقهيه كفار، فتوى هيئه كبار العلماء كفار، فتوى مجلس رئاسه اداره البحوث كفار، وبشار الاسد كافر. انا شرحت عقديا ومش هعيدها عشان الوقت، وشرحت كمان من ناحيه العبادات والاحكام ان الرجل ده لا يتفق معنا على الاطلاق، وهذا الرجل انتزع الملك كما انتزعه أبوه من أهل سوريا. أبوه كان جزارا، أتيت بتاريخ أبيه في المجازر التي ارتكبها، وكان على رأسها حماه، حيث قتل على الصحيح 80,000 وهدم 27 مسجدا ودمر البيوت، وأمرهم بتعليق منشور على البيوت: يسقط الله ويحيى الأسد، الله يبيد الأسد. قلت لك الولد ده وكذلك أخوه ماهر والمجموعة اللي معاهم مجموعة كافرة طائفية تعمل من قبل إيران، بدليل ان حسن نصر اللات قلت لك شوف البيان بتاعه، وانا جبته وعملت عليه حلقه واثبتت فضيحته على قناه صفا. حسن نصر اللات يطالب بالوقوف مع بشار ضد شعبه، ولذلك السوريون قاموا بالرد عليه واحرقوا صوره في كل مكان وضربوها بالنعال. بقول لك اتصل علي يعني في قناه صفا اللي هو عادل النمله، كان معاه، انفصل عنه، قال لي يا شيخ زغبي في الحلقه وانا بسمع الكل اهو ان حسن نصر الله بعت 7000 مقاتل من حزب الله بيقتلوا السوريين هناك. علي خامنئي في ايران يعلن تماما الدعم ويطالب بالجهاد مع بشار، يعني يطالب الناس تروح تنضم مع بشار لذبح السوريين. ولذلك يا اخي اقول لك بشار بيعمل ايه؟ ده انا جبت الصوره مقطع عاملين ايه الولد يا استاذ احمد، شاب اقل من 20 سنه، بيكبلونه من ايديه ورجليه، حطوه خلوا الدبابه تروح وتيجي عليه، بعد ما اتهمك واتكوم قاموا لمنه تاني وخلوا الدبابه تروح وتيجي عليه، والطفل اللي ما تعداش ال10 سنين لو عينيه وخياشيم واسنانه ويعملوا بيه دفن مجازر، يجيب مجازر دفن ناس احياء، ويجي هنا عند الشغور ويقول لك ايه ده اهو بيدفنوا بتوع الامن وقاتلين الامن، وهو اللي قتلهم لانهم سنه، قتلهم ودفنهم، يقول لك مقابر جمعيه اللي عاملينها المسلحين. نفس الخباثه بتاعت ابيه. وانا بقول ما يحدث في سوريا من السوريين هذا جهاد ضد بشار الاسد، جهاد وهو فرض عين على كل سوري ذكرا كان ام انثى، وبمعنى ذلك ان الذكر انه في هذه الحاله لا يستاذن ابويه ان كان له اب وام، هذا الجهاد فرض عين، لا يستاذن الولد فيه ابويه، ولا يستأذن العبد سيده، مش كده بس، والمرأة إن استطاعت أن ترمي بحجر فلا عذر لها، بل ترمي بشار هذا بحجر حتى الانتهاء منه، لأنه أولا كافر، ثانيا هو أعظم حارس لحدود الجولان، ثالثا أن الجولان ما أخذها اليهود إلا بصفقة مع أبيه لما كان نائبا لرئيس الجمهورية مقابل أن يصير رئيسا للجمهورية. رابعا أن العدد الذي ذبح وقتل ودفن ومنع عنه الطعام والشراب والدواء والكهرباء والاتصالات وضرب بالقناصات، هذا العدد كان يكفي لتحرير الجولان وما بعد الجولان. يا جماعة في النهاية هذه حرب طائفية لمجموعة كافرة يريدون إبادة أهل السنة بسوريا. لذلك أنا محمد الزغبي أعلنها، لو استطعت أن أصل إلى سوريا للجهاد في سبيل الله لجاهدت مع السوريين، وهذا ما عندي.